تاني حاجة يا غالي هي التغيرات النفسية والعاطفية. عند الولد والبنت بتبدأ مراحل اكتشاف الذات والبحث عن الهوية والاستقلال والرغبة في تحديد المسار المهني والشخصي. فاكرين في أول الفيديو لما قلت لكم كانت طالبة معايا رب شعري؟ هو ده بقى. وفي السن ده بتبدأ تنمو مناطق المخ المسؤولة عن اتخاذ القرار والتفكير المنطقي في القشرة الجبهية، وبتستمر المرحلة دي لمنتصف العشرينات. فده بيخلينا أكتر وعي من المراهقة وبنحس بالاختلاف دوت كل ما تعدي سنين علينا. العاطفة بالسن ده بتكون قوية جدا، والعلاقات الجنسية والعاطفية بتاخد مسار أكثر نضجا. عشان كده أغلبنا بيحب يخطب في سن العشرين أو ياخد قرار حاسم في حياته العاطفية في السن دوت. بس كتير مننا برضه بيندفع في اتخاذ القرارات. تلاقيها لسه خارجة من مسلسل تركي وتقابل زميلها، الله أنا بحبك تتجوزيني، وحماصة زميلها يكون لسه خارج من فيلم لاف ستوري وعايز يطبق عملي ناو. في السن ده يا غالي البنات بالتحديد بيبقى عندها حساسية للنقد والقلق من المستقبل، والولاد برضه، وده الطبيعي من سن الانتقال من الدراسة للحياة المهنية.